يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير، تكونوا في صحة جيدة وعافية. إن شاء الله تكونوا لاباس وفي خير 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 أحوالكم يا ربي. بالنسبة لي اللي يسألوا عليا والكل راني نقول لكم راني الحمد لله ولاباس وكل. وديجا فسرت في الفيديو الأول علاش غبت وعلاش فسخت معناتها الفيديوهات. ونحب نشكركم الكل ويعطيكم الصحة ومحلاكم بالحق ومحلاكم ومحلى فرحتكم بيا كيفاش رجعت لليوتيوب وكلها ورجعت للفيديوهات. ديجا أنا فرحانة الحقيقة، فرحانة وزيادة كومنتاراتكم شجعتني على الآخر. محلاكم وربي يديمكم نعمة في حياتي وربي يفرحكم ويعطيكم ما تتمنى. وقبل ما نبدأ في الفيديو كلها نتمنى انكم تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد واي فيديو جديد معناتها نهبطوا يوصلكم ديريكت. وما تنسوش اللايك هو اكثر حاجه بالحق طلع الفيديو عندكم عليا مزيه كبيره، عاملين عليا مزيه وقت اللي تعملوا بالحق اللايك يفرحكم ويفرح قلوبكم. به وبالطبيعه ما ننساش باش نشكر المتتبعين اللي دخلوا معايا من جديد، نقول لكم مرحبا بكم وان شاء الله هكا تكون عجبتكم القناه والفيديوهات وكلها. والقدم بالطبيعه نرحب بكم ديجا كل نهار وكل يوم وانتم فرحتي بالحق وانتم فرحتي. ريتو البلاد قاعده ماشيه نجيب في صغاري ونمنتج في الفيديو باش يهبط لكم معناتها ما لقيتش والله صدقوني مصوره الفيديو من امس ما لقيتش وقت بالكل باش نهبطوا. كاو المهم كيف ما راكم ريتوا في الفيديو اول بديت بفطوري في الدار بالطبيعه فطرت وكله وبعدين خرجت مشيت لدارنا. هو الفيديو هذا باش يكون بدايته في داري نهايته في داري والوسط نتاعو في دار بابا. به مشيت لدارنا تعرفوا ريحة رمضان ما شاء الله وقت التحضيرات وكيف أجواء هذاك بالحق أمس حسيته نهار من نهارات رمضان وكل الريحة نتاعو كل شيء تحس هكا روايح نتاع رمضان. كهو المهم لقيت ماما عاملة هكا شوية تحضيرات على الصباح، عندها طريف حارة نظفتهم وكلها وكل مرة تطبخ شوية وتغسلهم وكل وتكنجلهم خاطر في الحارة في رمضان مش باش تكون موجودة وكل فهمتوني. وكيف محضر البرغل هذاك عملته في الدار وكلها مقكم باش ترحيه باش تبعت مع بابا من غدوة يترحاه. محضرة زادة التاب الكروية زادة كيف باش ترحيه زادة الكركم. المهم برشا تحضيرات وزادة ماخذين هكا مشتريات جدد رمضان. بالنسبة للمشتريات خدتهم اختي كهو المهم بقيت هكا نصور فيهم وكل هذا التاب اللي عملته في الدار مازالوا تاب الكروية راس حانوت فيه زادة فلفل هذاك الشمسي، فيه عرش برتقال، فيه نعناع، فيه رند معناتها كل تقريبا الفايح التونسي هذاك نعرفوه كله موجود فيه. كاهو مهم بالنسبة للمشتريات اخذوا بلاكارات جدد كيف ما راكم تشوفوا فيهم هذوما ووصلوهم البارح مع الماضي ساعة نتاع الليل هما قالوا وصلوهم كماندوهم كلهم البارح وصلوهم. خذوها هذوما وباش يهبطوا القدم ويحطوا الجدد هذوما. هم القديمة من قبل ما نعرسنا وهي موجودة معناتها نعرفها من قبل كهو المهم وصلت على وصلت لقيتهم الاولى نحوها فهمتوني. حضرت كان على الثانيه وليت صورت لكم ولا صورت لكم جينا قبل وبعد اما هاويني تشوفوها في الفيديو معناتها في الفيديو كيفاش جت وكل راهي جت مزيانه محلاها ان شاء الله مبروك عليهم وكل تشوفوا زاده مشتريات اخرين زاده شروهم ان شاء الله رمضان ان شاء الله يا ربي مبروك علينا الناس الكل وان شاء الله ينعاد علينا بالخير والفرحة يا ربي وربي يهنينا إن شاء الله معناتها بدخوله والكل. كاو المهم صورتهم هذوما البنات البلاكارات اللي باش يركبوهم والكل العشية إن شاء الله باش خاطر ما عندهمش شنيور ولو طلبوا شنيور من عند واحد جار وكل يخدم نجار جابوا لهم العشية. وهذوكم المشتريات اللي خذوهم كيف ما راكم تشوفوا اللي موجودين الحكوك هذوكم الصينية هذيك ب7,000 خذوها في بالي هكا. هذه ب10,000 نتاع المغارف نتاع المغارف والفراش تسكاكن هذوك منهم تحسها
كموتيف، ماهيش معناتها ماهيش نتاع دهك ونتاع استعمال، خاطر ماهيش إينوكس فهمتوني. كهو المهم حبيت نصور معاكم هكا شوية وكل، وماذا بيا ديما كيف نصور الحقيقة نعطي الأسوام، راني ما نحبش اللي ما نحبش اللي نبدا نعطيكم في الحاجة وما نعطيش سوم، نعطيكم ديريكت سومها خير. المهم وهذوما خذيتهم ب22 في بالي، هذوما والله ما نعرف، تقريبا 22,000 الحكوك هذوما. كهو المهم خذيتهم نهار السبت، وانا صورت بلا حد. وهذه أخذت القطعة هذه، تتخيلوا قلت لها هذه قطعة أثرية، أخذتها أختي الأخرى، المهم أخذتها بدينار. تخيلوا القطعة هذه أخذتها بدينار، بتاع هكا تجي فوق طاولة كأنه كان فيها غلة ولا حتى فيها شوية حلوى، تبقى ديما هكا كموتيف فوق الطاولة زادة. وأخذت السيرفيس هذا ما شاء الله محلاه، و200 بالكدا. ما نعرفش في بالي زاد السيرفيس هذا خذيته، راهو البنات ريتو، راهو الكاس معناتها رزين بالكدا، ما يتهزش بالكل والله. تقريبا هذا ب15 هي خذيته. كهو المهم هاويني جددت لهم شويه، وزاد اخذوا السيرفيس هذا ديجا مازال بغبرته، مازالوا ما غسلوش وكل، خذوه نهار كيف نهار السبت، خذوه زاد جديد رمضان وكل. أوينو معناتها ماما صيي ما عادوا البنات نافحين أكثر منها فهمتوني، هما اللي ياخذوا ويجيبوا كل. قبل ماما نتفكر كنت في دارنا ماما هي اللي تشري، ما كناش نحنا ما حتى كيف نشروا حاجة هكا شوي. أما تو تحس دولة البنات هما اللي أكثر فهمتوني، خذوه حتى بالسبيان متاعه والكل. ما نعرفش يا 40 يا 35 حاجة كيكا، ما نتفكرش والله مش فاكرة، المهم حاجة كيكا. كهو المهم حبيت نوريكم هكا المشتريات والكل. والبنات بربي فما متتبعة معايا، كتبت لي كومنتير بالحق حمت لي قلبي. ما تخيلوش كي قريت الكومنتير صدقوني بكيت، ديجا قروه معايا اخواتي بالحق، تحممنا على الاخر. اللي هو عندها ولدها مريض، قالت لك شفته بعد 8 سنين تقريبا هكا عرس، وكيف ملي جا وهي تعني فيه مريض وكل ربي يشفيه، وبعدين تجلط لها ربي يشفيه وخيتي، وإن شاء الله لا يحرق عليه، وإن شاء الله ربي يشفيه وربي يفرحك به وتشوفه في أعلى المراتب، واللي تتمناه كله يصير معه ربي يشفيه. وللأمانة راهو صغير واحد معناتها الوحيد عنده، كان هو ندعو لها بربي البنات الكل ندعو لها 40 دعوة مستجابة إن شاء الله، يا ربي إن شاء الله يشفيه، وإن شاء الله تفرح به، وإن شاء الله تشوفه في خير خياره، بالحق في خير خياره، وربي يفرحك به، وإن شاء الله لا تشوي لك كبد عليه. وراه كل شيء بيد ربي، هذا ابتلاء من عند ربي، وربي اللي يحبه يبتليه بالحق، اللي يحبه يبتليه. نحنا معلينا كان بالصبر والدعاء ان ندعو ربي يشفيه وربي ينعمه يا ربي بصحيحته هكا، ويكون فارح ويكبر ويلعب في وسط الصغيرات وتفرح به يا ربي، وما تشوف على عينه شر ان شاء الله. البنات بربي ادعوا لها، ادعوا معايا الكلكم ادعوا له بالشفاء العاجل يا ربي وليس آجلا. ان شاء الله ربي يفرحها بيه، ان شاء الله هكا تكون تفرح بيه، المهم تقري تهزه تجيبه ويكبر لها هكا وتشوف صغاره، ان شاء الله يا ربي يفرحك بيه وربي ينعمه بصحته ان شاء الله. كهو هذا هو اللي علينا، كان ان ندعو معاها ما فيها باس، ندعو لها هكا وكل. هو اجر معنا ما نعمله معناتها ماناش باش نعطوه حاجه ولا باش نحو منه حاجه، جيست شنو دعاء هكا دعيوة خير. وكهو ان شاء الله ربي يشفيه. ورب الحق حممت لي قلبي والله كيف قريت الكومنتير ما تتخيلش، خاطر ونعرف شنو معناتها صغير، ونعرف شنو معناتها انا صغيري يتضرب لي ضربه يتجرح من بيت ما نرقدش عليه معناتها فهمتي. ان شاء الله ربي يشفيه وربي يفرحك بيه. كهو المهم البنات اللي هنا ماما تحلب عندها بقر تحلبه كلها، الحليب ما يجيش معناتها العشيه، تولي تحلبوا المغرب هكاكا باش الحليب ما يروبش، وغدوه يهزوا الصباح يا اخي. وهما معناتها راجلي وبابا واخواتي حايسين في البلاكارات ديجا صورتهم لكم، وهما معناتها استغفر الله يا ربي عندهم البلاكارات القدم هذيك الفواحه وكلها علقوها كيف ما راكم شفتوها في الفيديو.
وليتنا قلت خليني نخرج خاطر ماما تعبت هكا تحلب وكل، ومشت على الغناية معناتها باش ترد وتعمل الكسرة وكل. قلت لها خلتها نمشي نطيب لكنا. كملت طيبتنا وما عنديش سيبور، هاوي صورت شوية شوية. كما قلت لكم طيبت لها وهما عملوا معناتها مرقة زعرة وعملوا البابا كسكسي، خاطر بابا في الليل يحب ياكل كان كسكسي، فهمتوني. معناتها في النهار حاجة خفيفة ميساج، أما في الليل لازم كسكسي خاطر مريض بالسكر والكل. إن شاء الله ربي يشفيه. لازمته حاجة رزينة باش السكر ما يتحلوش في الليل، خاطر معناتها الفترة هذه يتيح له السكر، فهمتوني. ولا كان باش ياكل حاجة حلوة لا يولي ياكل هكا حاجة رزينة، كان مقرونة ولا كسكسي حاجة فيها هكا سكر، فهمتوني. ساعات تقولوا لي لا يبعد على السكر وكل، هاوي كاني مقرونه راهي مقرونه جاريه بالخضره، كانوا كسكسي بالخضره وقمح، فهمتوني. لازم هكا حاجه رزينه، ما تكونش مثلا في الليل باش يتعشى لك مقلي ولا معجنات ياسر، فهمتوني. ما حاجه ديما حاجه تكون صحيه ليه، وهو هكا ترتحوا، فهمتوا. طلب منه انه كل ليله يتعشى كسكسي. والبنات بالطبيعة مش باش يبقوا مربوطين هكا وكلها، وينهم ينوعوا كل مرات يتعشوا معه كسكسي، ومرات كيف ما هكا يتعشوا حويجة أخرى، نطيبوا له الداب وهو والبنات نعملوا لهم حويجة أخرى. كانوا المهم اللي هنا روحت، خليتهم معناتها تعشينا وكله، روحت وخليتهم هما ديجا توا حايسين في الكوجينة ما كملوهاش للكل، وخليت ماما واخواتي ينظفوا فيها، خاطر مازالت هذيك البداية. ان شاء الله كيف نرجع نهار اخر نصورها ونوريكم كيفاش الوجه النهائي بالضبط كيفاش جد. واللي تحب تسأل على سامحوني على الباج اللي خذت منها توا نسألها ونقولها معناتها شنو اسمها الباج بالضبط وسومها. راه وريتوا البنات البلاكارات هذوكم الكلهم اخذتهم ب 380، عاملين فيهم بروموسيون تقريبا هكا في بالي هكا ما نعرفش، اما البلاكارات هذوك كلها اخذتهم ب 380 MDF. اكيد قلت لها اكيد مادام 380 دينار راهي ما هيش حاجه واو، فهمتوني. خاطر الMDF راهي الكاليتي تفرق، وكل واحد وكفاش، فهمتوني. كل واحد يمشي حسب خطيواته، هذاك شو نقول. كاو المهم اللي هنا البنات روحت. عندي اختي قالت لي اعمل لي، اختي الكبيره ذاقت العصير اللي حكيت لكم عليه نتاع البرتقال وكل، قالت لي اعمل لي منه. وليت كيف روحت لقيت عندي القارص معناتها الليمون، فهمتوا. خاطر ما فهمتش برشا نتفرج عليها من فما برتقال يقولوا لي ما فهمتش. المهم الليمون الاصفر العادي القارص سترونات، والبرتقال العصير، فهمتوني. تاخذوا مثلا كيلو برتقال عصير عليه نص كيلو قارص، فهمتوني. كيلو برتقال عصير عليه نص كيلو قارص. تشد القارص تنظف معناتها تقشر نص وتخلي نص، والبرتقال تقشر زاده نص وتخلي نص، معناتها تاخذ نصف الكونتيتي تقشرها ونصف الكونتيتي الاخر ما تقشروش. ما نعرفش كان فهمتوني ولا نعاود لكم. القارص الليم تقشر نص وتخلي نص، والبرتقال زاده كيف والكونتيتي باش نستحقوها كيلو برتقال عليه نص كيلو ليم. كيف ما راكم شفتوا قشرت نص ونصف الاخر خليته. راهو فما معناتها هي راهي طرق وكل واحده وكيفاش تعمل السناد نتاعها، وكل واحده كيفاش تصبر البرتقال عصير البرتقال نتاعها. انتم قولوا لي طريقتكم، بالك شي تعجبني وكل ونجربها، وكيف بالك شي زاده بالك شي تعجبكم طريقتي وتجربوها. اما انا الحقيقه اعتمدتها الطريقه هذه وما شاء الله معناتها وفيره بالكدا، وبيصبر معاك بالعام ما يفسدلكش. حتى كي تكنجلوا ديجا انا كنجلتهم من غير سكر ومتعوده نكنجلوا من غير سكر، معناتها فماش حاجه باش تصبروا ويصبر. كهو المهم كيما قلت لكم راهو تفرق، فما شكون ينحي الزيت من برا وبعدين ينحي القشره البيضاء، وفهمتوني، وبعدين يعاود يقشر ويرحي كان زيت القشره البيضاء هذيك بين الزيت ولا البرتقال ولا الزيت والقارص ينحيها. بالنسبه ليا معناتها هذه اقل معناتها اقل تعب اني نقشر نصف الكونتيتي ونصف الكونتيتي الاخر ان نخلي. ولا هنا بعد ما قشرتهم كل القشور هذيك تنجم تستحفظوا بها وتشيحوها والكل
كان تحبوا تشيحوها في الفور من غير تعب على 40 درجة هكاكا، ولا كان تحبوا زادة تشيحوها في الشمس ولا في الظل، كل واحد وكيفاش. وبعدين ترحيها وتستعملها كما تعرفوا جاي العيد الصغير وكل الحلول البشكوت والحكايات هذوكم، تستعملها حتى في سيور الايام اي جو تحبها، كان في كيك كان في اي حكايه. وجيت لهنا باش خذيت الكونتيتي اللي قشرتها كيف ما راكم تشوفوا الكل، واللي حضرتها بعد ما غسلتها والكل. استغفر الله يا ربي، قصيتها باش نقصها رندلات اي قلب نلقاه. اكيد راهو باش يتعدل القلب ولا اثنين، هذيك ما فيهاش مشكل. اما نحاول القلب متاع البردقان ولا متاع القارص اللي نشوفه نحيه. والبنات نسيت ما قلت لكمش الطريقه السهله باش تخليك باش تقولوا لي اكيد راهو العصير ما يتقشرناش وصعيب تقشيره، حتى بالموس تعب والكل، والقارص كيف صعيب تقشيره. حطوا فيه شويه ما سخون، مش سخون يحرق، سخون عادي دافي. حطوه في شويه ما سخون توا في ساعه ما يتقشر لكم وما ياخذلكمش وقت، فهمتوني؟ في ساعه ما تتقشر حتى القارص، في ساعه ما يتقشر البردقان، في ساعه ما يتقشر ما انت ما ياخذلكش وقت بالكل. كهو لهنا باش نكمل نقصهم بالكل، باش بعدين يرتحني في يجيني اسهل في الرحيان، ما نبقاش نرحي وبعدين نرجع نقص وبعدين نرجع نرحي وبعدين نرجع نقص، معناتها خدمه واحده كهو مره واحده. به بعد ما قصيته كلها، الطريقه الثانيه اللي هي شنيا هذيك معناتها هذيك الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه اللي هو شنو، نحط الماء هو يغلي، مازال الغاز يمشي عليه هكاك كيف ما راكم تشوفوا، والماء غلى بالطريقه هذيك. نجي نحط البردقان والليم متاعي ولا القارص متاعي الكل فك الماء هذاك. ديب ما نحطه ديريكت، نطفي الغاز. لهنا حسيت الماء ياسر وباش يفيض لي هكا على الغاز باش نحي، ولا الماء هذاك ما معناتها هو انا حطيت بزايد ماء، خاطر باش نقول لكم قداش تحطوا ماء كونتيتي ما نعرفش، المهم يكون الماء مغطي الكونتيتي هذيك، فهمتوني؟ اللي عندكم يغطيه بالضبط، ما نعرفش قداش مليتر، المهم تعودت هكا عيني ميزاني. كيف ما راكم تشوفوا بعد ما حطيته بالضبط، مش باش نخلي الغاز يمشي ديريكت، ريتوني سكت الغاز، هاوينو سكت الغاز، وباش نخليه في الماء هذاك. راهو مش باش يطيب، مش باش يجرى له حتى شيء، وحتى الماء موصلش لدرجه الغليان كيف ما راكم شفتوه، باش نخليه يرتاح هكاكا في ماء شويه حتى يكشي لوين يبرد، وبعدين باش نرحيه حتى يكون دافي شويه يترحى عادي، اما انه سخون لا. ونحاول هكا ديما نقلب من اللي من اللوطه يولي الفوق، والمن الفوق يولي من اللوطه، راهو ما ياخذش وقت بالكل. جيست شنو هاوينو تطراو شويه، فهمتوني؟ والطريقه هذه باش تقولي يجي مر ولا يجي، راهو ما يجيش مر بالكل. وقتاش يجي مر؟ وقت اللي طيبه اكثر من اللازم، فهمتوني؟ وقتها يجي مر والكل. اما انك ما تزودلوش في طريقه الطيابه ولا هكا، ريتو الماء ديجا انا كيف نحط فيه صبعي معناتها نطيق الحراره نتاعو عادي. اما من الاولى قبل ما نحط فيه البردقان والقارص راني ما نطيقش السخانه نتاعو، كيف تحط فيه تولي تطيقو عادي. كاو المهم باش نخليه هكاكا يبرد شويه، ويبرد نورمال يبرد ديريكت، وبعدين ترحي. بالنسبه ليا خاطر الليل والكل وصي لازم نرقد نحب نرقد والكل، عملته دافي شوي ديجا معناتها يتمس دافي، مش سخون، ما دافي، وكملت رحيته. كهو هانو جا ولدي وكله يحب يعاوني، وقلت باش من غدوه، وكنا بعثولها الصباح مع راجلي خاطر هي طلبت، قلت بالكشي سبحان الله بالكشي شهيته ولا شوي. بعدين قلت لي لا راني نحب نكنجلو الرمضان، عملت لها هذوكم. وزاد كيف بعثت لها مع راجلي وكلها، بعثت لي زادة طريف، قالت لي عاود قدتهم لها جوها هذوما، بعثت لها دبوستين وحكه هكا صغيره تيجي تشوفوهم واستغفر الله. وبعدين بعثت لي جوها زاده نفس الكونتيتي، فهمتوني؟ راهو يطيح بالكدا. اما ريتو نعطيتكم كونتيتي نتاع كيلو، ما نعرفش عليكم انتوما قداش تحبوا تعملوا. انا الحقيقه عملت عيني ميزاني، ما نعرفش عملت كيلو عملت اكثر، المهم عملت ريتو كعبات البردقان مثلا، عملت 10 كعبات بردقان هكا كبار، نعمل على قدها. سامحوني نعمل نصهم
قارص ويكون زاد الكعبات هكاك كبار. وباش نعطيكم الطريقة هذه في التصفية، ما تبقوش تصفوا بمغرفة ولا حكاية، خذوا اللوش المغرف معناتها المغرف العادي متاع المقفول والكل، تصب هذاك في الصفاية وتبدا هكا بالمغرف، ما ياخذلكش وقت بالكل وفي ساعة في ساعة ما يتصفى. معناتها الطريقة هذه ما تتعبش لا قطع قماش ولا تعمل ما نعرفش كومبريس ولا حتى شيء. الصفاية هذه وتعمل بالمغرف وهاوينو الفواضل هذيك بالنسبة لي الحقيقة نلوحها ديجا تشوف فيها لوحة في البوبيل معناتها. وكملت رحيت بنفس الطريقة هذيك باش نكمل كونتيتي كلها هكاكا. وكيف ما راكم تشوفوا فيه شوفوه ما شاء الله، الريحة متاعه فاوحة محلاه وبنين. مبقى كان بعد ريتو هي باش تخبيه هكا كونسونتري، مش باش نزيدوا لا مالح حتى شيء. اول حاجة ياخذ ياسر اسباس في الثلاجة. وثاني حاجة الحقيقة السكر مفقود، معناتها ما عنديش الكونتيتي باش ناخد منها بها، وهي زادة قالتك ما عنديش الكونتيتي زادة باش نخدم بها قد هكاكا. السكر مفقود والكل كيف ما راكم تشوفوا معناتها باش تخبيها هكاكا. وقت اللي حاجتها تجبد تحط هكا في كرف كبيرة ولا دبوزة وزيد الماء وزيد السكر على روحها وتشرب. فهمتوني؟ تحب تخبي مثلا في الدبابز ولا تخبي في الساشي متاع الكونجيلاسيون وكل وتكنجلو، وبعدين وقت اللي حاجتها تجبد تزيد الماء على روحها وتزيد السكر وتشرب. انت واش تحب السكر؟ ريتو البنات حبيت نوريك ما ريزلتا. حتى الكاس هذاك زدتو الماء وزدتو السكر، ريتو اللون متاعو كيف نفس اللون راهو في العصير اللي ما زدتوش الماء، وهكا يصبر معاك وما يفسدش بالكل ويبقاش. قلت لكم والله صدقوني عاملول صبرته عام كامل وقت اللي حاجتي نجبد ونشرب ونفسه ما فيش ولا مراره لا حتى شيء. جيست شنو راهو القارص هو اكثر شيء معناتها باش يعطيها التصبير نتاعو والكل، لا فيه لا معناتها لا مصبر لا حتى شيء. هذاك هو العصير نتاعنا كيفاش خرج والكل. ما نعرفش ان شاء الله اكيد راهو فما شكون يعرفها معناتها يعرفها الطريقة هذه، خاصة اللي قارين هذوك من العصائر والكل يبدو يعرفوها، اما كل واحد وطريقته. المهم كهو المهم كما قلت لكم باش نحاول هكا نخبيها. لقيت الحكايات هذوما خذيتهم من عزيزة وقتها لقيتهم رخيص. المهم لقيتهم رخيص عجبوني وليت خذيت منهم. قلت حتى الحويجة هكا تفضل في الثلاجة ولا هكا عصير نكنجل فيها والكل، وليت خذيتهم باش نصب فيهم. والباقي لقيت عندي زوز بيبس بلار عطيتهم لها عبيت فيهم، وبعدين طلبتها وقلت لها ما تكنجلش فيه خاطر البلار راهو بعدين ينجم يطرشق، خاطر ما نعرفش الماتيريال المصنوع منها، ثم نوعية بلار يطرشق ونوعية لا. كون المهم هكا نكون وصلت بك من نهاية الفيديو.